السلام عليكم الإخوان متابعينا الأوفياء. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنرجع لكم بواحد القصة جديدة ومرعبة في نفس الوقت. أولا كنشكركم على الدعم ديالكم. المغامرات اللي درنا، إلا مازال ما شفتش المغامرات اللي تنديرو يمكن لك تدخل على الفيديوهات السابقة وغتلقى تما آخر مغامرات اللي درنا، مغامرات اللي زوينين ومرعبين في نفس الوقت. نتمنى أنكم تدعمونا بلايك في هذا الفيديو، والناس اللي مازال مشتركين يشتركوا معنا، ومرحبا بكم معنا في القناة. اذا بلا ما نطول عليكم خليونا نبداو في هذه القصة. قصة مشوقة ومرعبة. واولا دير الكيت وسير البلاصة اللي تكون خاوية باش تسمع القصة على حق وطريقة. اذا نبداو القصة على بركة الله. غادي نبدا لكم القصة من الاول. انا سميتي نزار، عندي 35 عام. انا في الحقيقة العمل ديالي غير في المجال ديال الرعب وما وراء الطبيعة. اي حاجة اللي فيها الفضول وداك الشي كندخل ليها، حيت انا كاتب قصص وروايات في هذا المجال. اليوم غنحكي لكم واحد القصه بعيده تماما عن داك الشي اللي كنكتب، ونعاود لكم حيت هذه وقعت معايا شخصيا، عشتها بكل الاحداث ديالها. كان واحد الحي سكني قريب من الدار تاعي اللي عايش فيها مع مرتي وبنتي، ووقعت فيه واحد الحاجه لا تصدق. واحد الليله تقطع الضوء في داك الحي، وبقى الحي كامل في الظلام الليل كامل تصبح الصباح اللي غتكون المفاجأة. وكانوا الناس اللي ساكنين في داك الحي كاملين مليوحين في الشارع، وكانوا ميتين كاملين. واحد المنظر اللي ما تقدرش تشوفه. المهم كل واحد شنو وقع عليه، كاين اللي مقطوع عليه يديه وكاين اللي مقطوع عليه راسو. المهم واحد الحالة ما تقدرش تشوف فيهم، وكان الدم مليوح في الحيوط، وكان داكشي بزاف. وكان اللي اكتشف داكشي كان واحد السيد كان غير دايز من تما مع ديك 6 ديال الصباح، كان غادي لخدمتو. جاو البوليس وبداو التحقيقات ديالو، كيسولوا اي واحد في الحي، كيسولوهم وخصوصا دوك الاحياء اللي قراب، ياك ما شي واحد كيعرف شي صاحبو تما ولا شي حد من عائلته في داك الحي المشؤوم. من الغريب في الامر ان داك الحي السكان تاعو ما كانوش عندهم مع الناس الاخرين والو، عايشين غير بوحدهم. وملي ما بقى ما لقاو لا دليل لا والو، قرروا البوليس يديروا واحد السياج عالي على داك الحي باش ما يبقى حتى واحد يدخل ليه، وحطات عليه الحراسه عليه. بداو البوليس في لاكارد مي الصباح فالصباح الحال دوك البوليس صبحوا مقرضين كاملين طراف طراف ومرميين في الارض، وكان مكتوب في الحيط بالدم: بعدو منا الا بغيتو نبعدو منكم. المهم هادشي غريب بزاف. المهم قصتي غادي تبدا هنا. ملي سمعت بهاد الحي وانا معروف بالفضول تاعي اللي كان غيخرج عليا مزيان. المهم بديت كنسول في هاد الاحياء اللي حدايا، مي والو ما لقيت حتى جواب. بلاد ما عرف شحال من حاجه، ولكن خايف ومخلوع ما عرفتش مناش. اللي سولتو كيدير واحد الشفافيه وكيقول لي اش بغيتي عنده. هما كانوا يستاهلوا موقع اليوم، هما اللي قلبوا عليه. صافي هاد الجواب اللي سمعته اكثر من مره هو اللي خلاني انني قررت ندخل الحي. بقيت كنساين حتى وصل الفجر. مشيت وهزيت في يدي بيل وغادي ونقصت الصور، وبديت كنتمشى واحد الخلعه ما يمكنش، واحد الريحه واحد المناظر بزاف. زاد شويه كيبان لي واحد السيد واقف وسط الشارع. في الاول ما ثقتش، واش كيدير هذا هنا. المهم كان جاي عندي. ملي وصل قال لي وبواحد الصوت اللي غليظ ومرعب، قال لي اش كدير هنا وشكون اللي خلاك تدخل ولاش داخل اصلا. داك الاول صراحه انا تصدمت وقررت انني نجاوبه باش ما نبين ليش على الخوف ديالي. وقلت ليه انت راك معايا هنا، ماشي غير انا بوحدي اللي هنا، شنو كدير هنا؟ وهنا فين صدمني، قال لي باللي راه انا الوحيد اللي مرحبا بيا في هذا الحي، واللي يدخل هنا راه جامي يخرج. صافي كيولي منه هنا زدت بغيت نكتشف مزيان ونعرف شكون. سولتو قلت ليه انت شكون؟ قال لي بلي هو سميتو محمد وهو خدام شفار، وكان كيدخل لهاد الحي باش يسرق الديور حيت كانوا خاويين فيهم شي حوايج غاليين. ولكن واحد النهار كان في دارو تسمع الدقان. ملي سمع محمد الدقان نضح الباب،
كيعاود ليا هو كيترعد، وقال لي باللي ملي فتح الباب لقى واحد الجثه من دوك الجثث اللي مرميين في داك الحي، وبغى دخل. هو بالخلعه سد الباب وهرب لبيتو، وباش زاد كمل ديك الخلعه لقاها جالسه فوق الناموسيه وبدات تدوي معاه. قالت ليه مالك خفتي، انا جيت غير بغيت نوصل لك الميساج من عند سكان الحي، قالوا لك مرحبا بك في اي وقت، اجي صرخ غير اللي بغيتي، ولكن هذا السر يبقى بيناتنا. انا جاوبتي قلت ليه ملي هذا السر لاش قلتيه ليا؟ قال لي بلي راه عيا ومل من هذا الشيء، هو ولا لاباس عليه من هذا الشيء، ولكن ما بقى قادر يصبر من هذا الشيء اللي كيشوفه مع من عايش. دوك الجثث قلبوا ليه حياته، صعيب تعيش مع الموتى. وشويه بقى ساكت وقال لي ها اللي قرب دابا تشوف بعينيك. انا بديت كنضحك وقلت ليه انت اش كتقول، حنا دابا راه يلاه ود الفجر وانت كتقول لي اللي قرب. بدا كيضحك وقال لي راه انت اللي مقلوب، راه 7 العشيه هادي جيت نشوف الساعه لقيتها عنده الحق، وامتى دازت الوقت ما يمكنش، والوقت طاري الله. هزيت راسي باش نسولو لقيتو هراب. بديت كندور تما شويه لقيت الظلام طاح، اناري اش هادشي الوقت كيطير. شعلت البيل كنلقى الزنقه عامره بالمشاش كحلين وكبار، وكلهم دايرين جلسه وحده وكيشوفوا فيا بحال شي اصنام. كملت المشي ديالي. المهم لقيت واحد العماره محلوله، شويه حسيت بواحد المشة كتدفعني براسها بحال الا باغاني نطلع. ما حسيت براسي حتى طلعت. لقيت واحد الدار، دفعت الباب دخلت. لقيت الدار كحله وموسخه بزاف وخانزه. بديت كندور، دخلت لواحد البيت لقيت فيه واحد صندوق صغير، حليته وانا نلقى فيه تصويره وحده وفيها واحد العائله مكونه من الاب وبنت ومراه، وكان داك الصندوق كحل. المهم حطيته وكملت الدوران. دخلت للطواليت اللي كانت تكفز من الدار. بقيت تنشوف كلشي مطلب الدم وموسخ. كانت المرايه بوحدها اللي نقيه، ما عرفتش علاش. المهم شي حاجه شدتني ليها، بقيت تنشوف فيها. وهنا فين كان الرعب. بقيت تنشوف في المرايه، والغريب في الامر الصوره تاع وجهي في المرايه بقات ما كتحركش، وانا كنشوف هادشي ومصدوم. كنحرك وجهي وكنحرك يدي، والو. وجهي باقا في المرايه بحال شي تصويره ديالي لاصقه تما. شويه بدا الوجه كيحل فمو بيديه بجوج، هو كيزيد يوسع فمو وكيزيد يوسع حتى ولا سد المرايه كامله، وبدا كيخرج منه بزاف ديال البخوش. داك البخوش كحل وكبار، ما عرفتش شنو داكشي، ما عرفتش شنو وقع. كنحس براسي بحال الا تشللت وما قادرش نتحرك ولا نهرب. بخوش كيخرج بزاف وانا واقف وكنشوفه مصدوم. شويه المرايه تشقات وتهرسات عليا، وداك الشيء كله طلع على وجهي. غوت وبقيت راجع للور تا كنقيس واحد المراه مورايا واقفه. درت بالزربات نشوف، كنلقاها مراه شارفه ومكمشه وشعرها طويل. بقيت كنحقق فيها وانا نعرفها، هي المراه اللي كانت في التصويره. وقالت لي بالغوات اش كدير هنا، اش دخلك انت هنا؟ انا تخلعت صراحه في داك الاول وقلت ليها انا دخلت لهنا بغيت نعرف القصه تاعكم. وهي تغوت انت مالك سوقك، جابك لهنا انت مالك فضولي، شتي داك الفضول هو اللي غادي يخرج عليك. وغوتات بواحد الغوته اللي درجه ان كاع الزاج اللي في ديك الدار تهرس، وبدات كلها كتسيل بالدم من كاع جسم ديالها، كله كيسيل بالدم وكتير. واحد الرعب ما يمكنش. والمشكله بدا كيعمر الدوش كامل، شويه شويه كيعمر وكيزيد يعمر. وباش تكفاس جاو واحد جوج رجال من موراها وبدا يضربوا فيها وكيغطسوني في داك الدم، وانا كنزيد نغوت ونضرب فيهم وندفع فيهم وهما كيغطسوني في الدم، وانا كنغوت وسد عينيا. صافي غنموت. وبديت كنتخنق، شربت كاع داك الدم، كنحس بالمذاق ديالو وكنقاوم ونعاود نغطس ونعاود. شويه صافي سخفت وغرقيت في داك الدم كامل، ما بقيتش حاس بوالو. صافي غبت واستسلمت.
وقت لقيت راسي متكي في واحد الدار اللي تعجبت منها انها كانت نقيه بزاف، كل حاجه في بلاصتها. بقيت شحال وانا متفاجئ من هاد الدار، كنت تلفت من اليمين واليسار ياك ما نلاحظ شي حاجه اللي غريبه، ولكن الغريب في الامر ما بان لي والو. شويه وقفت وبقيت راجع اللور، تاقش جوج ديال الرجال ما عرفت شكون. المهم دوك الجوج هما اللي زادو خلعوني، ما عرفتش كي ندير نوصفهم ليكم. وهما بيضين بزاف وكانوا طول مني، لابسين كلشي كحل. مي الا بصراحه اللي خلاني نتفاجئ هو انه وجههم كيتكون فم واحد كبير. انا بقيت كنشوف فيهم بزاف، جاتني القدره انني نهضر معاهم. قلت لهم شكون نتوما؟ هنا زادت المفاجاه ملي شفت الطريقه باش كيدويو. تخيلوا معايا الراس فيه فم كبير هو اللي كيدوي. الاول هو قال لي سميتو زعبول، والثاني كذلك نفس الاسم. بقيت كنشوف فيهم شحال على ما دويت. قلت لهم شنو المطلوب مني؟ انا لاش جبتيني لهاد الدار بالضبط؟ شنو بغيتو مني؟ قالوا لي انت اللي شنو بغيتي منا؟ لاش جاي لهنا؟ لاش جاي لعندنا؟ انا بديت كنهضر وصوتي كيترعد. انا غير كاتب متخصص في الغيبيات وما وراء الطبيعه، وانا جيت لهنا باش نكتشف السير ديالكم، ولكن نوعدكم انني غادي نمشي ما نعاودش نرجع ولا ندور بكم مره اخرى. غير ساليت هضرتي دوك الجوج تبدل اللون ديالهم، عينيهم ولاو حمرين بحال الدم وهما كيغوتوا بجوج في دقه واحده. كيفاش تخرج من هنا؟ احنا اللي كيدخل عندنا ما كيعاودش يخرج. صافي انت جنيتي على راسك وهنا غادي تبقى. صراحه هادشي زاد خلعني، وانا كنقول لهم بصوت اللي كيترعد كيفاش جنيت على راسي؟ كيفاش؟ واش انا بزز عليا نبقى هنا ولا شنو؟ بداو كيدويو بجوج في دقه عاوتاني. اتمشي عنده هو اللي يشرح لك كلشي. عمارة 13 عنده فين تلقى الجواب ديالك. انا بقيت فاهم والو. قلت لهم واش تبقى نتنقل بيناتكم ولا كيفاش؟ عند من تصيفطوني عاوتاني؟ شكون هذا اللي غادي يشرح ليا؟ علاش لما تشرحوا لياش نتوما؟ لا حنا ماشي مهمتنا هادي. كيفاش وشنو نتوما مهمه ديالكم؟ هنا فينا نسمع اغرب جواب. مهمتنا حنا هي نوريوك الطريقه باش تموت. هنا فين تصدمت، ما دازتش على هضرتهم ثانيه وحده حتى بديت كنحس بحال لي شي ماس ماضي كيقطعوا لي في لحمي. انا ما عرفتش هادشي منين جاي ولا شكون كيقطع فيا. كنحس بهم كتار داخلين وخارجين في لحمي. انا ما بيدي والو، غير كنغوت. شويه بديت كنولي كنسبح في شي ماده كحله كنحس بها خارجه من كل ضربه او جرحه في جسمي، وباش تكفاس مزيان الدم كيخرج بكل منطقه في جسمي. هادشي كله انا شايفه وما بيدي حتى حاجه ما ندير، غير كنغوت وكنزيد نغوت من الالام. كنغوت من الندامه اش داني نجي لهنا. مع اخر غوته ليا نسمعهم كيضحكوا وانا نحل عيني ما نلقى فيا والو، بحال اللي كنحلم. بداو كيدويو بجوج عاود. مالك؟ راه غير وريناك الطريقه كيفاش تموت، ما درنا لك والو. نازل في الدروش وكنفكر فينا يصيفطوني العماره 13. نمشي ولا ما نمشيش؟ من جهه الفضول يقتلني ومن جهه الخوف يقتلني. انا ما عمري عرفت راسي كنخاف هكا. انا اللي تخيلت شي حوايج وكتبت شي حوايج كانوا كيرعدوا بنادم. هادشي كله كنهضر مع راسي وغادي وكنحس براسي. وقفت هزيت راسي لعماره 13. بقيت مده مصدوم. كيفاش جيت لهنا وانا ما عرفش هاد العماره فين جات؟ على شحال عاد تحركت؟ اختاريت انني نرضي الفضول ديالي ونطلع. وبديت طالع ولقيت باب محلول. دار نقيه وموسيقى خافته وهادئه وخارجه من واحد البيت. شويه حتى كنسمع واحد السيد كيعيط ليا من ديك البيت. سي نزار الكاتب ديالنا، دخل مرحبا بك. طليت غير بشويه وانا خايف لا نشوف شي منظر كفس من اللي قبله، ولكن ما يمكنش. راجل طويل وعريض لابس بيجما وسد واحد السيجار في يديه. سلم عليا وطلب مني نشاركو في الجلسه ديالو. صراحه جاتني غريبه. انا بقيت غير ساكت ما فهمت والو. انا يعقوب وبدا كيدوي. كنت في العسكر شحال هذا من قبل ما نخرج من التقاعد،
وجيت سكنت هنا في هذا المجتمع. صراحة عايش في واحد الراحة لا توصف. وانت دابا تعجبك الإقامة معانا؟ وانا نرد عليه وانا مرعود. كيفاش؟ شنو كتعني؟ على انا باقي غنبقى عايش هنايا ما غاديش نمشي؟ واش انا وليت ساجين هنا؟ شويه ودار عندي ووجه النظرات ديالو لعندي ويقول لي انك تمشي هذه مستحيل، ولكن ما تخافش، يعجبك الحال هنا. تا هادو اللي ساكنين معنا هما عزاز وتا انت يعجبوك واتعزاز عليهم، ويمكن راك تلاقيتي بشي وحدين منهم ومازال الخير تبارك الله. حنا هنا عايشين كاملين في راحه، ودابا تجي تشكرني هكا جاوبني. انا صافي جمدت فاش سمعت هادشي، جمدت في بلاصتي وبقيت غير كنشوف، وبحال اللي لا تقبلت الموضوع واحد شويه وتشجعت وقلت ليه شنو مهمتك انت؟ شنو هو توريني السي يعقوب؟ عقلتي على الشفار محمد هو كما قال لك ما بقاش قادر انه يزيد يعيش معنا، مكلخ. حنا درنا معاه بزاف، فتحنا ليه ابواب السعاده، الفلوس اللي تمناها كتجيه. انا مهمتي نوريك كيفاش هو مات، حيت فاش جا لقيتي انت وياه وهرب وخلاك، وهو كيهضر وكيشرح ليا واحد السرجم حداه. قال لي شوف فيه، هو يوريك كل شيء. السرجم عادي مي بحال كنشوف شي فيلم. بان لي مشهد فاش يلاه تلاقيت بمحمد اول مره وخلاني وهرب. غادي كيجري قرب يخرج شويه تقسم على 3 وكيفاش بحال شي حاجه ما كتبانش قسماتو في اقل من ثانيه. كان كيبان ليا السرعه باش كان غادي كيجري هي باش تفرق اكفس موته. انا بقيت كنشوف تنحس بعقوب كيقول لي نزار صافي المشهد سالا، السيد مات ودابا ولا واحد منا. وانا نقول ليه وانا مرعود من داكشي اللي واقع. دابا وانا شنو غندير؟ كنهضر وكنترعد. غالبا انت دابا غير هبط من عندي، وكما جيتي عندي اتمشي عندك اللي كيتسناك. مهم نزلت من عنده لقيت الشارع عامر بالمشاش، كلهم كحلين ومصافين بحيله مصوبين لي الطريق باش نتبعها. بقيت تابع الصف ديالهم غادي حتى كنلقى كيسالي قدام باب ديال واحد العماره. بقيت كنشوف شنو كيسايني هنا، عاود شكون غنلقى وشنو غنشوف. المهم طلعت وتميت غادي مع الدروج، والو ما كاين لا بيبان لا حتى حاجه، غادي طلع حتى الاخير طبقه. لقيت باب دقيت فيه وهو يحل لي واحد الراجل، سي نزار كاتب الكبير ديالنا، دخل مرحبا بك. انا ما قلت والو، دخلت موراه وجلسنا في واحد الصالون. لقيت محطوطه شي ماكله وشي مشروبات عمري شفت بحالهم. المهم بدا السيد الهضره، هو سميتو عزيز. شحال فرصه جاتك انيزار باش تهرب؟ 3 ولا 2 فرص لحد الان، ولكن انت بقيتي تابع فضولك، باغي تعرف كل شيء، باغي تفهم كل شيء. ولكن مزيان ها انت بقيتي وتابع الفضول اللي في راسك. دابا علاش كتقول لي هاد الهضره؟ جي لي نيشان وقول لي شنو المهمه ديالك، شنو غتوريني ولا شنو غدير فيا، شنو باغين مني؟ وبدا كيضحك واحد الصوت مرتفع، هو يقول لي حنا اللي باغين منك، شكون اللي جا ودخل على الاخر، حنا ولا انت؟ دابا هادشي ما بقاش هام، اجي نبدا لك من الاول ونعاود لك القصه. انا هو المهندس عزيز اللي تبنيت هذا المشروع، وممكن تقول عليا انا اللي بنيته. هاد البلاصه كامله اللي كتشوف دابا، فاش جينا لهنا لاول مره كانت عباره عن حطام شي مردوم فوق شي، ما عرفناش واش كانت مقبره ولا سيد ولا شي بلاصه. المهم كنا كنلقاو الناس كيجيو كيزوروها وكيتبركوا منها بزاف. المهم حنا في بدايه المشروع لقينا بزاف ديال الصعوبات باش نقنعوا الناس انهم يخليونا نبنيو المشروع ديالنا. وكما انت عارف اي واحد عنده شي بلاصه كيسترزق منها ما كيبغيش يطلقها. وهذا هو الحال ديال واحد السيده اللي ممكن انك تقول شوافه او دجاله، كانت محتله المنطقه، وبطبيعه الحال حنا ملي جينا ليها كنا كنمثلوا ليها عائق كبير. شحال وحنا معاهم في المشاكل،
حتى لواحد النهار اللي ممكن تكون سلطات علينا واحد اللعنه. حنا ما ديناش في داكشي اللي لقينا مرمي على الارض والحيوطه. المهم سالينا البنيه وسال المشروع، حتى بدات الاعراض ديال ديك اللعنه. كاع العمال اللي كانوا هنا وانا منهم بدينا كنقتلوا في بعضياتنا، والمشكله بحال حنا ضاحكين وكنلعبوا عادي. كنا كنحسوا بحال شي واحد مسيرنا، حنا ما بيدينا والو، غير كننفذوا داكشي. بقات اللعنه مستمره حتى وقعت اخر جريمه اللي انت بسببها معانا دابا. اذا الناس ما كذبوش، ودوك الاشاعات اللي كانت على هاد الجريمه بصح هادشي اللي استنتج دابا، والدهشه باينه في وجهي. وحنا كيف ما كتشوف باقين على الهيئات ديالنا، وهما الاغلبيه ديالهم كيفضلوا الهيئه ديال المش. وبلا ما تخلع بصح داكشي اللي في دماغك، كاع المشوشه اللي شفتي في الشارع راه هما هادوك. ممكن تقول كيتسناوك تسالي الدوره علينا باش يرحبوا بيك. انا غير كنسمع طول هاد الزياره الاخيره مندهش من هاد الحقائق اللي سمعت، ولكن على حسب ما فهمت ان نتوما اللي دخل هنا كتقتلوه باش يولي منكم. وعلاش انا عطيتوني الحق باش نعرف هادشي كله عليكم؟ انت كاتب، وبالتالي كيفاش بغيتي تكتب علينا وانت ما عارف علينا والو؟ كان خاصك تفهم اي حاجه كبيره ولا صغيره ونزيدك باش تكمل القصه ديالك. انا هو المسؤول على هادشي كله. هادشي كله اللي وقع هنا يعني انا هو المتهم الرئيسي، حيت انا كنت عارف حقيقه المكان وخبيتها. ولكن علاش انا بالذات ما وقع ليا والو؟ الناس عندهم واحد السلاح اللي ديما خارج عليهم، واللي نتوما كتسميوه الفضول. كيف ما قلت ليك، انت تكتب القصه الناس يبغيو يكتشفوا ويعيشوا المغامره، وبالتالي ها احنا جبنا ضحايا جداد. انا تصدمت، بغيت نهضر هو يسكتني. صافي سالينا، مهمتي سالات دابا. انت تمشي لدارك، وانت عند بالك راك خرجتي من هاد الحي من تلا. هبطت من العماره نفس المنظر ديال المشاش، مطراسين ليا الطريق اللي نتبع. ولكن هاد المره كانوا كيشوفوا فيا بحال اللي كيضحكوا معايا ومتبعيني بعينيهم. وصلت لداري مع حليت الباب، كنلقى مرتي وبنتي تلاحوا عليا كيعنقوني وكيبوسوا فيا فرحانين. وانا تعجبت لانه بالنسبه ليا انا غبرت غير نهار، ولكن اكتشفت انني شهر وانا غابر عليهم. مهم دخلت للبيرو ديالي. اصلا انا جيت للدار غير باش نكتب، عييت جلست تنكتب ونعاود كلشي كيما هو. شويه كنحس بمرتي دخلات، نزار مالك شحال غبرتي؟ ودابا ملي جيتي وانت غير كتكتب؟ ما عرفتش مالك، ما عرفت شنو. ملي جينا سكننا هنا وانت مبدل، عرفتي كون ما هاد الجيران جداد ديالنا، وكون ما السيد يعقوب اللي قابلنا وقابل الطلبات ديالنا، وكون حنا ضعنا وانا وقفت مخلوع. شنو كتقولي؟ كيفاش جيران جداد؟ ومنين كتعرفي يعقوب؟ مشيت كنجري للشرجم، طليت كنلقى راسي ساكن في عماره وسط داك الحي الملعون. ما بقيت فاهم والو، ما حس بوالو. ها اصلا راه قالها ليا، قال لي راك ما غاديش تخرج. بقيت ساكت وكنشوف تما. فهمت باللي انا راه ميت من نهار دخلت للحي. انا دابا كنكتب لكم هادشي وانا ميت. ما عرفتش كيفاش توصلكم اخر روايه ليا، ولكن انا متاكد انكم تقراوها وتجيو عندي وتلقاوني كنرحب